مرة كنا نحن وصغار أنا وأختي، أمي تتركنا قصة إنجليزي هي تمام، فتتركنا بالبيت وتطلع. فمرة من المرات إجا بتقلنا إنه ممنوع حدا إنه تدقوا الباب، حدا يدق الباب وتفتحوا، بتقلنا خلص ماما حاضر مدري شو. المهم مرة إجا تبع الساعات عرفتيهم؟ تمام؟ ايوه تمام. فاجا قال لي دق الباب، طلعت انا من الشباك قال لي عمو بس بدي اشوف الساعة. قلت له اوكي عمو يلا دقيقة بس. فطلعت هيك على الساعة تبعت البيت، قلت لها الساعة 2 والعربي كبيرة على الأربعة. فقالها لأمي عن جد هي وجاي أمي من المدرسة فشافها. لا الله يخلي لك اياه بالعالم. ايه انه انا عندك اذكى بنت بالعالم، انا عم بسألها على ساعات الكهرباء وهي بس انت وقتها كنت صغيره مو مستوعبه شو قصده اي ساعه. كنت اول لسه ما كنت داخل المدرسه يعني كان كثير استوعاب انه هيك، بس خلص لا تفتح الباب لا تفتح الباب. هلا هو في سؤال، لما قال لك بدي اشوف الساعه، هي الساعه بتجي انه بالبنايه من تحت بالابو يمكن ما؟ لا احنا بيتنا كان عربي، كانت الساعه بحد الباب. كيف ايه تمام. ايه تمام بس هيك. طيب هو شو كانت ردة فعله لإلك قبل ما تجي امك ويخبر انه هي عندها اذكى بنت بالعالم؟ فرط الله من الضحك يعني، بقول لها ما شاء الله 2 كاس مي ما عاد فيني استحمل والله. المهم انك ما فتحتي الباب سمعتي كلمه امك. سمعت من الشباك كنت حاكي ايه، فقلت له خلص العربي الكبير على 2 والعربي الصغير على 4. كثير غلبه مو بايدك شكلي. اي والله. طيب صاير مواقف ثانيه مثل هي معك احكي لنا. ايه كمان كنت احب المكياج مع مكياج وهالقصص. ايه فكمان مرة قالت لي امي مكياجي ما بتمد ايدك عليه بالمرة، فقلت لها خلاص امي ماشي. فامي جبت قلم مو الكحلة بجوز ايه الكحلة، لا مو الكحلة دقيقة اتذكر، في قلم جبته حطيته على عيني ولزقت عيني منه. مناكير. فكرته ايلاينر. يعني بدك شيء ثابت انت. عم اقول لك كمان ما عاد فتحت عيني، اخذوني على الدكتور وهيك، ومره حطيت الفستق بانفي، الف قصه وقصه يعني ما اذا بحكي لك لصير ترند نظام. طب تفضلي يلا مشان تصير ترند احكي لنا شو لسه عامله. كمان مره عم ناكل فستق هيك حبيت انه احطه بانفي، هيك حبيت. اسعفني عمي على المشفى وهيك، اخر شيء بس المشفى بعيد كثير عن بيتنا، بس وصلت تعبان عطست طلعت. ما خلى بسب علي. طب سؤال، شو خطر لك تحطي الفستق بانفك؟ يعني شو هالقرف؟ هلا مو قصة قرف، انه الولد واحد ولد يعني وعنده كثير لازم خلص هيك حبيت. المهم يعني جربتي نلتي شرف المحاولة. المرة الجاية بس خلص السنة الجاية بحطها بإذني. لا على فكرة الدان يعني أهون من الأنف. ايه بس اعتصت طلعت، بس إذا فاتت بالدعم مستحيل عاد تطلع يعني، بدها عمل جراحي بتصير. ايه والله وهيك. ما لسه بقيان عندك شي قصص تحكي لنا إياهم؟ قصص كمان في والله مليان قصص. احكي لنا شي من هالقصص. بعرف نكت ما بعرف قصص، انا خلصوا قصص. ايه سمعينا شي نكتة معناتها ما تكون تافهة. طيب قال ليش الأطرش ما بياكل الزب حليب؟ لأني مو سمعان فيا. شو لسه عندك نكات؟ في مرة في حمصي تمام، مع احترامي لحماصنا طبعا، كانوا بالجامع تمام، وواحد كتير أسود يعني كنا عباد لك رب العالمين، بس أسود لدرجة تمام. فبجنبه واحد حمصي عم يصلي، هو مدري من أيام الصومال ما المهم، فقال له الشيخ ما بيقول بس استووا على الجامع، إنه استووا مشان إيه استووا. فشو الحمصي قال له شيخنا نحن كنا استوينا بس هذا الجنب فحم. انشوى ترمد. قال في بيضة عملت دايت صارت ملبسة. شكرا كثير لك حبيبة قلبي. عندك مشكلة إذا عرضنا الحلقة على الإنترنت؟ لا ميرسي كثير إلك. هلا